السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ الريدمي نوت 13 تليفون الفئة المتوسطة من شاومي. ايه اهم مزايا وعيوب التليفون ده وامتى تشتريه وامتى تبعد عنه؟ ده اللي هنعرفه في ريفيو النهارده. وقبل اي حاجه طبعا ما تنساش تعمل اللايك والشير والسبسكرايب، لان ده بيساعدني جدا اني اطور في الفيديوهات والمحتوى بتاعي. ويلا بينا نبدا على طول. خلينا اول حاجه نبدا بيها هي خامات وتصميم الموبايل. والعلم التليفون ده متجمع عندنا هنا في مصر، فهل ده مأثر عليه باي شكل؟ في الواقع لا. التليفون بقاله حوالي سنه في السوق ومحدش اشتكى من اي مشاكل في التصنيع او عيوب صناعه من اي شكل. وانت لما تشوف التليفون وتمسكه بنفسك في ايدك مش هتحس باي نوع من انواع اللو كواليتي، بالعكس التليفون متين جدا وتقفيله ممتاز. وده اللي هيخلينا نتنقل لخامات التليفون. تليفون بالكامل مصنوع من البلاستيك، ما تخليش الظهر الزجاجي اللامع الجميل ده يوهمك انه ازاز، لا هو فعلا بلاستيك. الخامات كويسه جدا جدا وماسكه التليفون في الايد مريحه، بس خد بالك ان الظهر الاشبه بالازاز ده بيخلي التليفون يتزحلق بسهوله من ايدك او من على اي سطح هتحط التليفون عليه. التليفون بيجي باربع الوان، اسود وازرق وذهبي واخضر، واللي معانا النهارده هما اللونين الاخضر والاسود. ولازم تكون عارف ان اللون الاسود بيبصم بشكل لا متناهي. التليفون هيبصم حتى وانت بتمسحه، التليفون هيبصم من المنديل اللي انت بتمسح بيه التليفون. فاعمل حسابك انك هتستخدم الكفر السيليكون الممتاز اللي بيجي في علبه التليفون. بس للاسف مضطر اقول لك ان الكفر هو كمان بيبصم. الالوان التانية برضو بتبصم، بس الموضوع مش بيبقى ملحوظ فيها قوي زي ما بيكون ملحوظ في اللون الاسود. مبدئيا التليفون بيجي مقاوم للميه بمعياريه IPX 54، يعني التليفون يا دوبك مقاوم لرشات الميه الخفيفه. اوعى تفكر انك تنزل بيه الميه او تغرقه بالكامل في الميه. هنلاقي من تحت منفذ الشحن التايب سي والسماعات السبيكر وكمان درج الشرايح الهايبريد، اللي مش هتقدر للاسف تركب شريحتين وكارت ميموري مع بعض في نفس الوقت. هتضطر يا اما تركب شريحتين بس يا اما تركب شريحه وكارت ميموري. من فوق عندنا مايك اضافي للعزل اثناء المكالمات، وكمان منفذ 3.5 للسماعات السلكيه، وطبعا سنسور الاي ار بلاستر المشهور قوي عند شاومي واللي بيخليك تستخدم التليفون كانه ريموت. واخيرا وليس اخرا عندنا سماعه تانية، لان التليفون ده بيجي بسماعات ستيريو. سماعات ستيريو صوتها كويس وصوتها عالي، وكمان فيها سنه بيس كده بتدي عمق للصوت. بس من الحاجات اللي هتلاحظها وهتاخد بالك منها ان صوت السماعه اللي فوق اوطى بشكل ملحوظ من صوت السماعه اللي تحت، فالصوت مش بيبقى متوزع بشكل مثالي وانت بتتفرج على المحتوى. بس اللي للاسف التليفون ده مش بيدعمه هي خاصيه NFC، يعني مش هتقدر مثلا تشحن كروت الكهرباء او الميه بالتليفون. ودي الصراحه حاجه سخيفه قوي انها ما تكونش موجوده في تليفون بالسعر ده وفي الفئه دي. خلينا دلوقتي نتكلم عن اهم نقطه قوه في التليفون ده من وجهه نظري، وهي الشاشه بتبقى دايما البرواز اللي بيكمل التجربه الحلوه اللي انت بتاخدها من التليفون. لو التليفون فيه كل الامكانيات اللي في الدنيا بس الشاشه بتاعته مش حلوه، ده هيخلي الخلطه بتاعت التليفون ما تكونش مظبوطه. بس الكلام ده طبعا بعيد كل البعد عن التليفون اللي معانا النهارده، لان الشاومي نوت 13 موجود فيه الخلطه المثاليه لشاشه الاحلام. اولا بتيجي بمقاس كبير 6.67 انش، محميه بطبقه حمايه من كورنينج وهي جوريلا جلاس 5، مع حواف قليله جدا جدا، والاهم من ده انها سيمتريه، يعني مش هتلاقي الحافه اللي تحت مثلا كبيره بشكل ملحوظ عن بقيه الحواف. وبالمره خليني اقول لك ان التليفون بيدعم الجيروسكوب او مستشعر التقارب، يعني في المكالمات مجرد ما تحط التليفون على ودنك الشاشه هتقفل تلقائي. كمان الشاشه بتيجي ببانش هول صغير جدا، ده غير انها بتيجي فول اتش دي بلس، وده بيدي كثافه بكسلات ممتازه في الشاشه اللي هم حوالي 395 بكسل لكل انش. ده غير ان الشاشه 120 هرتز، وده هيضمن لك سلاسه ونعومه كبيره جدا في الاستخدام. بيجي ببصمه تحت الشاشه طبعا، بس كان المفروض مكانها يعلى سنه، ولكن في العموم البصمه سريعه جدا الصراحه ومش هتقابل معاها اي مشاكل، مع سطوع جبار بيوصل ل 1800 نتس، بيزودوا من زهاوه وحلاوه الوان الشاشه اللي هي اصلا حلوه. واهم حاجه طبعا ان الشاشه دي بتيجي من نوع اموليد. الشاشه الصراحه فيها كل حاجه عشان تكون الشاشه المثاليه لاستخدامك او لاي استخدام انت هتستخدمه للتليفون. الالوان هنا مشبعه وزاهيه بدرجه مذهله، لدرجه انك هتبقى عايز تفتح شاشه التليفون بس عشان تتفرج على حلاوتها، مش عشان تعمل اي حاجه تانية. تجربه مشاهده المحتوى في الشاشه دي وكمان مع السماعات الاستيريو هي الصراحه تجربه فوق الممتازه بشويه حلوين. طيب لو عايز تلعب على شاشه زي دي بتردد 120 هرتز، هو هيكون حقيقي شيء رائع، بس اللي مش هيكون رائع قوي هو الاداء. مش عايزك تفهم كلامي ان اداء التليفون وحش، بالعكس خالص، اداء التليفون في المهام اليوميه فوق الممتاز، ومش هتقابلك اي مشاكل من اي نوع. التليفون بيجي بمعالج سناب دراجون 685 بمعياريه تصنيع 6 نانومتر، وثلاث خيارات من الذاكره: 6 جيجا رام مع 128، او 8 جيجا رام مع 128، او 8 جيجا رام مع 256. طيب ايه هي مشكله التليفون ده في الاداء؟ الصراحه مفيش اي مشكله في اداء التليفون ده، غير ان في تليفونات في نفس الفئه هتقدم لك اداء احسن، لانها بتيجي بمعالجات اقوى زي الجي 99 على سبيل المثال، وده هيفرق معاك وهيكون ملحوظ قوي لما تحط
تحط التليفون تحت ضغط شديد او لما تلعب على التليفون العاب تقيله. طيب يعني هل انا مش هعرف العب على التليفون ده؟ لا خالص، هتقدر تلعب على التليفون ده، والتليفون هيقدر يشغل لك اي لعبه بمنتهى السهوله. بابجي على سبيل المثال بتشتغل على اعلى اعدادات وكمان بتبقى 50 فريم، ولكن اللي انا بقوله ان في تليفونات تانية في نفس الفئه هتدي لك اداء احسن من كده في الالعاب. ولكن بشكل عام التليفون في اداء المهام اليوميه او حتى وانت بتلعب مش هيقول لك لا على اي حاجه وهيشتغل معاك بكل سلاسه. خلينا دلوقتي نتكلم عن واحده من اكتر الحاجات اللي بتخلي الشخص يحدد هل هو هيشتري التليفون ده ولا لا. سيت اب الكاميرات. وبغض النظر عن البروز الكبير اللي هتشوفه في وحده الكاميرات من ورا، فهو بيتكون من 3 كاميرات. العدسه الاساسيه 108 ميجا بكسل مع فتحه عدسه f1.8، وعدسه وايد 8 ميجا بكسل مع فتحه عدسه f2.2، وعدسه ديبس والمسؤوله عن العزل بدقه 2 ميجا بكسل، زائد كاميرا سيلفي بتيجي بدقه 16 ميجا بكسل مع فتحه عدسه f2.4. اداء الموبايل في التصوير النهاري اقل ما يقال عنه انه ممتاز الصراحه. ومعالجه الصور في شاومي هنا بتميل انها تضيف شويه ساتوريشن كده على الصور عشان تبان زاهيه اكتر. الهايلايتس مظبوطه، يعني مش هتلاقي السما لونها ابيض مثلا او تلاقي مناطق ملسوعه في الصوره. الكاميرا ال 108 ميجا بكسل قادره انها تخرج كواليتي ممتاز طول ما الاضاءه كويسه. وفي ظروف الاضاءه القليله التليفون بيميل انه يعالج النويز اللي بيبقى موجود في الصور عن طريق انه ينعم الصوره. الحقيقه الموضوع ده ناجح الى حد ما، ولكن طبعا كتير من التفاصيل اللي في الصوره بيضيع. وبرضه عشان نحسم النقطه دي، الميجا بكسل الكتيره ملهاش علاقه بحلاوه الكاميرا، وكنت شرحت الكلام ده في حلقه قبل كده، هسيبها لك في الاي اللي فوق عشان تبقى تشوفها وتقدر تتعرف على كل المصطلحات اللي ممكن تسمعها في اي ريفيو وما تبقاش عارف معناها. التصوير البورتريه شغال بشكل كويس وبيقدر نوعا ما يحدد حواف الاوبجكت اللي انت بتصوره بشكل مظبوط، بس طبعا بيعتمد بشكل كبير واساسي على السوفت وير، لان مفيش في التليفون عدسه تليفوتو من الاساس. بالنسبه لتصوير الفيديو فالتليفون للاسف اخره يصور فيديو 1080 بس، ولكن جودته بتبقى ممتازه في النهار. اما بالليل او في الاضاءه الضعيفه هتاخد اداء ضعيف. اما بالنسبه للكاميرا السيلفي 16 ميجا بكسل فهي ادائها مقبول وكويس جدا كمان. في ظروف الاضاءه العاليه هتاخد صور حلوه جدا وتقدر تستخدمها على كل منصات التواصل الاجتماعي. في الاضاءه الضعيفه مش هتاخد احسن حاجه، حالها كحال كل موبايلات الفئه دي، ولكنها في الاول وفي الاخر مقبوله بشكل كبير. حاجه اخيره في موضوع الكاميرات، لو انت بتمتلك التليفون ده حاليا جرب تنزل عليه جوجل كاميرا وتستخدمه بدل ما تستخدم تطبيق الكاميرا اللي بيجي اساسا مع التليفون، وهتكتشف ان معالجه الصور بيقع عليها جزء كبير جدا من حلاوه الصوره اللي بتشوفها، وهتكتشف ان كاميرا التليفون ده احلى مرتين 3 مما هي عليه. طبعا انا لما عملت ريفيو عن الكاميرا عملته بالابلكيشن العادي بتاع الموبايل، بس لو انت معاك التليفون ده دلوقتي عايزك تجرب وتقول لي في الكومنتات هل فعلا في فرق في المعالجه وفي حلاوه الصور ولا لا. بالنسبه لنقطه البطاريه بتيجي بسعه 5000 ملي امبير مع شاحن 33 واط بيجي معاك في العلبه. اداء البطاريه كويس جدا، خصوصا ان الشاشه الاموليد بتوفر كتير جدا في البطاريه، غير ان المعالج بيجي بمعماريه تصنيع 6 نانومتر واللي برده مش بتضغط او مش بتستهلك كتير من البطاريه. اداء البطاريه طبعا هيكون احسن معاك لو شغلت التليفون على 60 فريم بدل ال 120 فريم، بس طبعا انا مش بنصح بده خالص، لانك هتفقد اكتر من 50% من حلاوه التجربه لو ما استخدمتش التليفون على 120 هرتز. التليفون قادر بشكل كويس انه يقعد معاك اليوم لو انت بتلعب على خفيف او بتستخدم التليفون بشكل طبيعي، ولو استهلاكك اقل من كده التليفون ممكن يقعد معاك اكتر من يوم كمان. بالنسبه لسرعه الشحن هي 33 واط زي ما قلنا، ودي سرعه كويسه مش بطاله، والتليفون بيشحن من 0 ل 100% في حوالي ساعه وربع او ساعه ونص تقريبا. التليفون زي ما قلنا بيتوفر بثلاث نسخ، 6 جيجا رام مع 128 جيجا او 8 جيجا رام مع 128 جيجا او 8 جيجا رام مع 256 جيجا. طبعا انا انصحك بالنسخه ال 8 جيجا رام، وكمان انصحك تجيب المساحه ال 256 لو انت بتستخدم شريحتين، لان التليفون ده مش هتقدر تستخدم معاه شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت. ملخص تجربتي لتليفون شاومي ريدمي نوت 13، لو انت الالعاب مش هي اول وكل اهتماماتك في الحياه، لو انت عايز افضل واحلى شاشه تقريبا في كل الفئه زائد سماعات استيريو واللي هتكمل تجربه مشاهده المحتوى، اداء متوازن وكاميرا فوق المتوسطه وكمان بطاريه ادائها كويس جدا، يبقى التليفون ده ما ينفعش ما يكونش ضمن اختياراتك. وفي الاخير لو الفيديو ده عجبك او فادك باي شكل من الاشكال ما تنساش تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب، وسلام.